السلام عليكم البنات، نتمنى لكم غايه وانتم تشاهدوا في هذا الفيديو تاع اليوم. قبل ما نبداو الوصفه ان شاء الله ما تنسوناش بدونا جيم وابوني لاشين، ولا ما كنتوش مشتركين في القناه اشتركوا في القناه ودونا جيم وابوني هكا باش تشوفوا كاع الوصفات وتشوفوا كاع شنو نديرو ان شاء الله في الوصفات اللي نديروهم. اليوم غادي نديرو كيكه، غادي تكون هذه كيكه سهله واقتصاديه والحجم تاعها عائلي. غادي نديروها غير حبه بيض وحده، غادي ديرنا هذه الكيكه الكبيره العائليه كما قلت لكم والاقتصاديه. غادي وندو فيها نص كاس سكر، غادي تكون كما قلت لكم اقتصاديه والحجم تاعها عائلي، وغادي تعجبكم وتعجب ضيافكم، وغادي توجد بالخف معناتها ما غاديش تاخذ لكم وقت. بالخف توجدوا هذه الكيكه وكما قلت لكم تفرحكم وتحمركم وجوهكم قدام كاع ضيافكم والعائله تاعكم. وكما راكم تشوفوا انا قسمت لكم هكا باش تشوفوا من الداخل كيفاش جات، وان شاء الله تعجبكم. ونبداو بسم الله. انا هنايا ديت حبه بيض، احسن تكون حبه شويه كبيره، ودرت معاها نص كاس سكر. هنا ما غادي نستعملوا لا خلاطه والو، غادي نديرو غير بالفوي ونخلطوا كاع المكونات. نزيدوا عليها وحده فانيليا، الا كانت عندكم سائله تاني دوز سائله، وندور رشه تاع ملح ونخلطوا كل شيء بالفوي كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. طريقه سهله وبسيطه وغادي تعجبكم ان شاء الله، وغادي تقدروا كاع اللي ما عندهاش الفور وما عندهاش باطيغ وكاع انا خممت كاع فيكم هكا باش تجيكم طريقه سهله ودوها كاع. خلط كيما هكا، نخلي يسي هكا شويه ذوبنا هذاك السكر ونزيدوا عليه نص كاس تاع حليب. كما كنشوفوا الكميات اللي نستعملوهم قلال، حبه بيض نص كاس سكر نص كاس حليب، معناتها باش كاع ما تقولوش بلي ما نقديناش باش نصنعوها ولا ما كانش عندنا المكونات. كما كنشوفوا خلطنا كاع المكونات كيما هكا بهذه الطريقه. نسيو هكا ندوبوا هذاك السكر ونمزجوا كاع المكونات. وهنايا كما راكم تشوفوا غادي نزيد ربع كاس تاع زيت، غادي نستعملوا هنايا في الوصفه غادي نستعملوا ربع كاس زيت ونخلطوا كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. حنا من خلطناه هذيك ربع كاس تاع الزيت نزيدوا عليه 5 مغارف كبار تاع فاينه. كما راكم تشوفوا الاحجام اللي استعملناهم صغار، استعملنا نص كاس سكر نص كاس حليب ربع كاس زيت، احجام قليله هكا باش تقدوا كاع دوها كاع ما تكونش عندها صوالح في الدار تقديها وتجيها سهله. وزدنا عليها 5 مغارف كبار فاينه، وزدنا عليها وحده لاليفيغ شيميك تاع وزن 10 غرام. خلطنا كاع المكونات كيما هكا كما راكم تشوفوا تمتزجنا. هي في هذه لاباط اللي غادي ندوها تاع المقله غادي تجي خفيفه على لاباط تاع اللي ندوها في الفرن. كما راكم تشوفوا تجي خفيفه ماشي كما تاع الفرن تجي شويه ثقيله عليها. وهنايا جبت مقله، من احسن تكون مقله اللي عندك في الدار اللي ما تلصقلكش. درت لها شويه زيت ودرنا تاني فرينه وهكا باش نغبروها بشويه فرينه ونقلعوا الزائد اللي بقى تاع الفرينه هكا باش ما تنحرقناش من تحت. واللي تبغي دير بابي دو كويسون تخاف عليها الدلاغ دير بابي دو كويسون دي على حسب المقله تاعها. وهنايا من خليت هذيك بلا ما هذيك ارتاحتنا هذيك لاباط بلا ما رمدنا المقله وكل شيء، زدنا عليها مغرف تاع خل، مغرف كبير تاع خل. هذا هو السر اللي غادي يجيكم الكيك تاعكم يجيكم خفيف ويجيكم شباب. مغرف كبير تاع خل كما راكم تشوفوا، اي خل عندكم ابيض ولا احمر اللي عندكم، مهم خل، ملعقه تاع خل كبيره. وهنايا حطينا لاباط في المقله. كما قلت لكم بلي تخاف على الكاطو تاعها تقدر دير بابي دو كويسون من تحت، دير بابي دو كويسون على حسب هذيك المقله تاعها، ودير لاباط دير من تحت شويه دهن هكا باش ما يروحلكش هذيك بابي دو كويسون ما يطلعلكش مع لاباط من بقيت تحطي فيها. وهنايا جيبي الغازر القليل كاع القليل اللي عندك وقعدي طيبي فيها. هنايا نشوفوا من طابت نشوف فيها هكا طلعت وزات غادي تبدا تنشف نقلبها. هاي هنا قلبتها كما راكم تشوفوا، ومن بعد من طابت اللي تحمرت لي من فوق تاني قلعتها. انا هنايا غادي نقسمها بين زوج بهذه الطريقه ونبدا نشرب فيها. جبتها في البلا اللي غادي ندير فيه ونبدا نشرب فيها بالحليب. تبغوا تشربوها باي سيرو ولا اي حاجه ولا حليب شوكولا كما تبغوا. انا هنايا طلعت كاس شونتيي مع كاس ما باد ولا حليب باد كما اللي عندكم براسكم، وزدت عليها انايا شويه تاع نسكافي بذوق نسكافي هكا باش يعطيني بالنشابه تاع نسكافي. وبالنسبه هنا الاذواق كل وحده والذوق اللي تبغيه وزعما شكي باغيه وش عندك مناسبه. انا هنايا درت الكريمه حليتها كما قلت لكم شربتها مليح ودرت الكريمه. وهنايا غادي كتزيين
هذه الخطوه اختياريه. انا كتزيين كان عندي البنان في الدار، درت لك البنان اللي عندها الفراز ولا اي فاكهه تقدر ديرها، واللي ما عندهاش تخليها كيما هكا، ولا اللي عندها بيبي دو شوكولا ولا حاجه كيما هكا ديرها من الداخل. ومن بعد زدت الحبه الطونش الزواج اللي بقى تاني هذاك شربتها من الداخل، ونزيد نشربها تاني من برا هكا باش تجينا الكيكه تجينا مشربه غايه. وزدت هنايا الكميه تاع الكريمه تاني، وقعدت نسقم فيها كيما هكا بهذه الطريقه. الطريقه سهله وواضحه في الفيديو، هي كيما هكا بشويه عليك راكي تخدمي فيها. وصدقوني الكيكه بالخف توجديها، كاع يجي عندك ضيف هكا على غفله كيما هكا بالخف ديال الكيكه توجديها. الطيب ميم با هي اصلا في الطياب تاعها غادي تديك واحد 15 دقيقه حتى 20 دقيقه تاع طياب. انا هنايا من درت الكريمه سويتها غايه، خليتها تبرد شويه، وجيت هنايا للشوكولا اللي غادي نديرها. درت كميه تاع الشوكولا وزدت عليها حليب وخليتها بماغي تذابت. وهنايا غادي نحطها فوق الكيكه كيما هكا كتزيين. انا هنايا التزيين هذا هو اللي درته، شوفوا نتوما كل وحده والتزيين اللي راهي باغا يديره. وهنايا من جناب درت لها بكوكاو اشي كيما هكا، اللي عندها كوكاو ايفيلي ولا لوز ايفيلي ديها من جناب، ولا تبغي نواة كوكو ولا انا التزيين كل وحده والتزيين اللي تبغيه. انا هنا اللي كان عندي في الدار استعملته، قعدت نزين بهذه الطريقه، قعدت ندير كوكاو اشي كيما هكا من جناب. وكما قلت لكم كل وحده والتزيين اللي تبغيه. وانا هنايا بقات لي كميه من الكريمه، درتها كيما هكا باش نديرها زيكزاك بهذه الطريقه، خطوط. مادام الشوكولا عندي طريه، ومن بعد غادي نديرها بالكيردون هكا باش نخدمها بهذه الطريقه كيما تاع الميرفاي، نديرهم هكا متعاكسين، يعطي تزيين رائع يكون شباب. وهنايا كما قلت لكم تاني تزيين اختياري، كل وحده وكيفاش تبغي تزين الكيكه تاعها. انا زينتها بهذه الطريقه، وكما قلت لكم كل وحده وكيفاش تبغي تزين الكيكه تاعها. شوفوا الكيكه تبارك الله جات طالعه وجات شابه، ما تحسبش كاع بلي خدمتيها بحبه بيض. دونك انا غادي نقسم لكم من الداخل هكا باش تشوفوها من الداخل كيفاش جات. كاع نبغوا هذه الخطوه تاع من الداخل نشوفوا كيفاش جات الحاجه اللي درناها. غادي نقسم لكم هكا باش تشوفوها كيفاش جات من الداخل، جات رائعه وكيما كتشوفوا طريه وهشيشه. مام الضيوف تاعكم ما غاديش يعرفوا بلي خدمتيها هذه الكيكه خدمتيها غير بحبه بيض. شوفوا تبارك الله كيفاش جات طالعه وجات شابه وجات طريه من الداخل. غادي انا ندوك نحلكم من الداخل هكا باش تشوفوها وتشوفوا الهشاشه تاعها. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم ونالت الاعجاب تاعكم، وان شاء الله تسيوها هكا باش تذوقوا تاني وتشوفوا كيفاش جات. سيو الخطوات وديروا الخطوات كما قلت لكم، وتجيكم ان شاء الله 5 ساعات. غادي نقسم لكم هكا باش تشوفوا جات طريه وهشيشه كما راكم تشوفوا. ان شاء الله كنت تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم. ما تنسوناش جيم ابوني لاشين وتهلاو في رواحكم، ومع السلامه.